السلام عليكم، كي راكم؟ غاية لاباس بخير، الصحة بخير ان شاء الله. كي يوصلكم هذا الفيديو كامل تكونوا بخير كيما راكم تشوفوا. اليوم جبت لكم اروع كيكة او اهش كيكة. كيكة 3 مكون، 3 بيضات خفيفة وهشيشة، لا تقاوم، اسرع والذ. كيكة يومية بمكونات بسيطة ونتائج مذهلة. او كيكة كيكات الفنجان. الكيكة هذه ولا أروع، شعلوا ما نشكرها لكم قليلة. كيكة سريعة وسهلة وخفيفة. هنا نروحوا للمقادير. عندي 3 حبات بيض، عندي مغرف تاع لافاني، 2 ساشيات خمارة، عندي 2 مغارف نتاع حسل، عندي كاس سكر، كاس حليب، عفوا يعني فنجان، فنجان خليط ما بين زبدة وزيت، يعني حسب الحاجة اللي عندك. نسحق 2 مغارف نتاع خل. ضروري دائما نقول لكم في الكيك المعجنة تاعكم كامل نقول لكم ديروا الخل، يعني الخل يعوض المادة يعني المحسن. صاي هنا ساشيات، 2 ساشيات تاع خمارة، مغرف لافاني، فنجان، نعاود لكم المقادير: فنجان خليط بين زبدة وزيت، فنجان سكر، فنجان حليب، 3 بيضات، نص مغرفة كبيرة تاع لافاني. الفارينة ندو من 3 كيسان حتى 3 كيسان ونص تاع فارينة، يعني ديروا 3 كيسان تاع فارينة والنص الآخر خلوه من بعد. هنا عندي عطر البندق، نتوما تبغوا ديروا عطر البندق، العطر اللي تبغوا ديروه، ما راكوش متقيدين. يعني الكيكة هذه هشة وبنينة ولذيذة، البنة تاعها لا تقاوم، يعني نقول لكم غير جربوها وما غاديش تندموا. هنا كيما قال انا مسميتها كيكة الفنجان. صاي يعني الفناجل هادو متواجدين في كل بيت، يعني كان الناس عندهم الفناجل هادو ما هم كبار كاع ما هم صغار، هادو كيما نقولوا فنجان تاع قهوة حليب، ماشي تاع فنجان، يعني فنجان ما هو له كيما نقولوا، ماشي فنجان صغير، يعني فنجان تاع حليب. صاي هنا كيما شتوني حطيت السكر تاعي، حطيت البيض. تقدروا هنايا كيما راكم تشوفوا انا دائما سر نجاح الكيك تاعي او الموسكوتشو او المادلي، شوفوا اي عفسه من العفايس هادو، انا دائما ندهن المول تاعي بالزبده او الزيت، يعني الشي اللي متواجد عندك، ونرشه بالفارينه ونحطه في المجمد. يعني تقدروا تحطوه ساعه، ساعتين، 3 سوايع، يعني الشي اللي تبغوا، مهم ديروه قبل. صاي باه الكيكه تاعكم ما تنزلش. كاين عده اسرار نتاع الكيك والمسكوتشو باش ما يلصق لكمش وما يهبط لكمش. الفيديو هذا تصيبوا جميع الاسرار فيه. صاي اللي ما ينجح لهاش الكيك والمسكوتشو، يعني الطريقه اللي نهضر عليها نفس الكيك نفس المسكوتشو. اللي ما ينجحلكش الكيك والمسكوتشو نعطيك الاسرار تاعه. هنا كيما راكم تشوفوا نخلطوا المكونات تاعنا دائما. كما قلت لكم نجيبوا البلا تاعي اللي راح ندير فيه الكيكه تاعي، ندهناه بالزيت او الدهان ونرشه بالفرينه ونحطه في المجمد مده طويله، يعني على الاقل ساعه ولا نص ساعه. صاي او يعني الطريقه هذه اسهل وحده باش المسكوتش تاعكم باه ما يلصقلكمش بزاف. كاين اللي دير المول تاعها هكاك ولا المهم الطريقه هذه نتاع المجمد وترشوه بالفرينه والدهان ولا الزيت ضروري. صاي هنا كما راكم تشوفوا نخلطوا المكونات تاعنا، كيما ضفنا السكر والدهان وزدنا الزيت ضفنا السكر والبيض والدهان والزيت، ونزيدو نضيفوا الحليب، درنا لافاني. بالنسبه كذلك للمسكوتشو باه ما يطيح لكمش، كاين دي فوا شتو يطلع كاع يعاود يهبط. نتوما واش راح ديروا كي تشوفوا المسكوتشو تاعكم صاي باللي طاب ولا حسيتوه باللي طاب؟ على بالي باللي كاع الناس دايرين كيما نقولوا يحسبوا المسكوتشو تاعهم شحال يقعد. كيما انا عندي البقلاوه دارت لها حساب، ما كاش اللي يقلعه. المسكوتشو كذا ومثليه. المسكوتشو تقدروا تخلوه 40 دقيقه والبقلاوه تخلوها ساعه. انا عندي طيب تاع البقلاوه ساعه حساب، المسكوتشو عندي 40 دقيقه بين 45 دقيقه. المهم كي تشوفوا المسكوتشو تاعكم صاير طاب وحمر، طفوا الكوشه وخلوه، ما تخرجوش تمتم، الا خلوه واحد 5 دقائق ولا وجبدوه. صاي كي تشوفوا صاي بادي حمار، ما تخلوش حتى يحمر مليح مليح، لا خاطرش غادي كي نخلو في داك الحمر يزيد يحمر. صاي هذه هي سر النجاح نتاع المسكوتشو ولا الكيك، باه ما يطيح لكمش وباه ما يلصق لكمش.
لاخاطش بزاف كان لي كي تجي تقلب المسكوتشو تاعها ولا الكيك يلصق في المول، شا غادي دير؟ ما عندها ما غادي دير. والمسكوتشو كذلك ولا الكيك كاين اللي كي طيبها وتتعب عليها تبقى غير تحل وتبلع، لا انتردي ممنوعا تحلوا للكيك تاعكم، خلوه حتى اللي يطيب ويبدي يحمر صاي ما يخصش بزاف، هذاك اللي يخصه طفوا عليه يكمله في الحمان، هذه هي خلوه له 5 دقائق ولا هذا وجبدوه. هنا كيما شفتوا خليط الخليط تاعي مليح وزيد ضفت له الفرينه دائما نقول لكم مغربله. انا هذه نسميها كيكه الفنجال او كيكه 3 بيضات، المهم سموها كيما بغيتو. هنا كيما شفتوا ندير 3 تاع فناجل تاع الفارينه. ودائما نقول لكم هنا ضروري ديروا الحسل باش تحصلوا على داك اللون نتاع الكيكه اللي تكونوا باغيتها. هذه الكيكه تقدروا ديروها مشروع، تقدروا تبيعوها، تقدروا يعني شوفوا هذه كيما قال كيكه المحلات يجي فيها واحد الذوق والله صدقوني يعني روعه. شحال ما نشكركم قليله. هنا كيما شفتوني درت 2 ساشيات تاع الخماره غربلوهم صاي. دائما ننصحكم باش حوايجكم الكيك والمسكوت واي عفسه ديروها تاع العجين غربلوا صاي، غربلوا الفارينه، غربلوا المايزينا، غربلوا السكر غلاس، مام بدك كويرات، يعني حاجه كي تغربلوها تساعدكم تساعدكم بزاف. ما ديروش غير هكاك وديروا لا. الفارينه دائما نقول لكم غربلوها، المايزينا، الكاكاو غربلوه حطوا على جهه كي تجي تخدموا العفسه تاعكم تصيبوها واجده. هنا تخلطوا، انا نخلط غير بالعقل. هذا ما كان من حاجه خفيفه يعني ما تخلطوهاش بزاف غير حاجه قليله. شوفوا تجي لا واحد اللون ولا واحد المذاق والهشه. شحال ما نشكرها لكم قليله يعني كيما قال راكم تشوفوها بعينيكم تمنيكم كامل تذوقوا منها دغن. ونقول لكم اللي شافت الوصفه وعجبتها نوضي ديريها لوليداتك، ونقول لبنياتي اللي تكونوا مبتدئات نقول لكم جربوها ودعوا لي دعوه زينه ان شاء الله ليا وليكم. هذه هي خواتاتي. انا دائما نجيب لكم الوصفات الرائعه والوصفات الاقتصاديه والوصفات اللي متواجده، المكونات تاعها متواجده في كل بيت، كما الوصفات اللي راني نحطهم لكم يديروهم الصغارات تقريبا. سيرتو دوك المبتدئات اللي يكونوا عاد يتعلموا سهلت لهم. دائما قلت لكم وانا القناه تاعي راني مبازيه على الوصفات الزمن الجميل، يعني الوصفات تاع بكري. هذه هي خواتاتي وان شاء الله يعجبكم وصفات تاعي. هنا انا كما قلت لكم درت 3 فناجيل ونص صاي، درت 3 دفعه واحده والنص تاع الفنجال درته دفعه ثانيه، يعني درته شويه بشويه ما ضفتش مره واحده لا، شيئا فشيئا صاي. هاي ميتي اختي كت ديري 8. هذه هي القوام تاعنا. هنا انا واش راح ندير الخل، نسحق 2 مغارف نتاع خل. وكما قلت لكم الحسل ضروري يا الباغشات ويا البنات ويا الغاليات، نقول لكم جربوها وما غاديش تندموا. وان شاء الله نجيب لكم غير الوصفات اللي كما قال تعجبكم وتجيكم سهله على قلوبكم. وبالنسبه للاخوات اي قاطو ولا اي وصفه بغيتوها خلوا لي في الكومونتير نبارطاجيها معاكم. هذه هي خواتاتي. وهنا الراي رايكم باغي نشاوركم الا كان القناه هذه نحط لكم فيها الوصفات ولا نحط لكم فيها غير القاطوات صاي. الا الوصفات تاع الا كان بغيتوا الوصفات كيما نقولوا تخلوها غير القاطوات او طياب وقاطو وخلوا لي في الكومونتير. هنا كيما راكم تشوفوا الكيكه تاعنا، شوفوا كيفاه جا اللون اللي تحصلنا عليه، شوفوا كيفاه جات، شوفوا شحال ما نشكرها لكم قليله عليها. هنا بغيت نقول لكم حاجه بالنسبه للكيكه تاعكم للمسكوتشو ولا تقدروا تخلوه في الفريجيدير حتى 4 سوايع صاي. بصح كي تخلوه في الفريجيدير حتى 4 سوايع ما ديروش في المول لا. انا شوفوا كيفاش خليته انا الكيك تاعي، جيبي كاس فيه ما دافي ايا وقعدي تطرسي كيما هكا بالخدمي. الطريقه هذه ضروري البنات ديروها. كما قلت لكم اذا كان بغيتوا ديروه في الفريجيدير احسن واحسن اذا كان عندكم الوقت سيتو لاصحاب المشاريع. كي تجوا ديروه خلوه في البلاط في الباسينه تاعه عاده وديروه في المول. هنايا بالنسبه للاخوات كما قلت لكم الطريقه
تشوفوا اللي يجيكم ولا اروع ولا اروع. هنا هو الكيك تاعنا، شوفوا كيفاه جا بومبي وجا حمر. انا شتوني كيفاش عمرت المول تاعي، شوفوا شتو الفتحه كيفاش جات، شتو هذا الكيك تاع المحلات. شوفوا يعني اللون اللي تحصلنا عليه. تقدروا تخلوه كيما هكا، تقدروا ديروا له اللوز ايفيلي كيما انا راح ندير له. تبغوا هو خضر وديروا له اللوز ايفيلي. صاي هايا ميمتي اختي وشاهدكم في الجنه. واللي تبغى دير مشروع نقول لك نوضي ديري مشروع غير من دارك كما كيما قال، حيه قليله وحيه خفيفه. واللي بغيتي تقلشي وليداتك نوضي تاني غير فنجال زيت ودهان وفنجال حليب وفنجال سكر، كي درتي كيكه بالطبع وشها. شوفوا الحيه كيفاش دايره. عاد قولوا لي كيفاش جاتكم، يقولوا الصح. اللي عجبتها الوصفه ما تنساليش الابوني والجيم. صايي وخلوا لي التعليق حلو كيما نتوما، يحلي كلامكم يعلي كلامكم اعلامكم. وما تنسوش خلوا لي التعليق حلو كيما نتوما. صايي وبارطاجوني مع خواتاتكم وصحاباتكم وبنات عمكم. اكيد اللي عجبها الفيديو واللي ما عجبهاش نقولك الدنيا هانيه. ونقول لكم اللي توحم واللي تشهى وتسمح لنا واللي وصلت هنا نقول لكم مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.